السلام عليكم. ماذا كان يعتقد المصري القديم؟ أو ماذا ترك المصري القديم من معلومات تخبرك بما كان يفكر؟ بسيطة، هعمل لك سلسلة من الفيديوهات متصلة عن بعض العبارات اللي تركها المصري القديم على الجداريات، وطبعا مسجلة في القاموس، وكل ما هو مسجل في القاموس جاي من على الجداريات، ده مش مخترع، ده موجود بالنص على الجداريات. هنعرف من خلالها دماغ المصري القديم وفكره كان رايح فين. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هطرح لكم رؤية المصري القديم عن المعرفة، هو كان بيعتقد في المعرفة. هتفاجأ شيء جميل، كأنك تقرأ قرآن، كأنك تقرأ كتاب الله. إزاي؟ بسيطة، أنا هطرح عليك ولك أن تحكم، ولك أن تحكم بحيادية. نبدأ ونشوف. ترى إيه معنى المكتوب قدامنا ده على السبورة؟ دي جملة بتعبر عن معنى عميق جدا. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيذكرنا به في كتابه، وهو إيه؟ وهو الاطلاع والمعرفة. اقرأ، اعرف، ابحث، انظر، تدبر، فكر. هل معنى ده هنا؟ طب بيقول لك ايه ده؟ دي العين دي بمعناها بتنطق إيري، إيري أي أرى، أو اقرأ، اطلع، اعرف. كل دول بتعنيهم العين دي. هتروح في القاموس هتلقاها ايه؟ سي أو لوك، وساعات بتيجي بمعنى نو، بتيجي بمعنى كده. ما انت ان رأيت او لوك بدأت تبحث، اذا انت هتعرف. وطالما عرفت بيقول لك هو ايه ده؟ اسمه العنخ. ده ايه؟ ده العنخ، ده العنخ. يعني ايه عنخ في المصرية القديمة؟ يعني حياة، لايف، حياة. فهو بيقول لك كل ما تعرف وتكون عندك حصيلة معرفية كبيرة، انت عايش، هتقدر تعيش، وتعيش سواء في الحياة الدنيا في الأرض، وجيبها لك في مرة برضو مع الأرض، أو هتعيش في العالم الآخر، في العالم الآخر. ده اللي تركه المصري القديم. تعال أوريك حاجة تانية برضو كتبها، متعلقة بالقراءة أو الرؤية أو الاطلاع، ومرتبطة بالحياة. كل ما يقرأ كل ما يعيش. تعالوا نشوف كلمة تانية. تعالوا نشرح التركيب الكلامي ده. دي جملة برضو تتحدث عن الاطلاع والمعرفة. نقرأ وبعد كده هترجم لكم، هي مش محتاجة ترجمة، هتفهمها على طول. إري أو اقرأ. كي، كي، كي إيه؟ عنخ. اقرأ كي عنخ. تي جتة، تي جتة. نفسر، شوف الجمال هنا. دي إري أو اقرأ،
اطلع، اعرف، اعرف. look، see، see. ايه دي؟ دي كي، موجودة في القاموس بحالتين، إما كي يعني يور، كي يعني يور مثلا زي إنك، كي يعني يور الخاص بك، أو إما كي again، again أي من أجل، against من أجل، أو لكي. فهي كي معناها لكي، كي، كي، كي إيه؟ لكي إيه؟ عنخ. يعني إيه عنخ؟ عشان تعيش، عشان تعرف تعيش، تعيش صح، تعيش بالمعرفة. عنخ. أمال إيه دي تي؟ التي دي بثبات، تي بثبات. ريميندر، بس تكون ثابت. ثابت ايه هو اللي ثابت عندك في الحياة الآخرة؟ جتة، الجتة بتاعتك، الحتة دي الجتة بتاعتك، الجسد هيعيش بثبات في العالم الآخر لو انت لديك معرفة جيدة. يبقى المصري القديم بيركز على المعرفة. هنا الجتة طبعا دي أهم حاجة عند المصري القديم، كانت الجتة وهو الجسد. ليه الجتة أو الجسد؟ لأن الروح بيرجع له تاني وبيلتقي معاه. هو معتقده كان كده، كان ما بيفكرش في عملية العودة من الأرض. هو خد بس إن في بعث وفي حساب وفي محكمة، لكن يجب أن يكون الجسد قائم بذاته عشان خاطر الروح والنفس يتعرفوا على ذلك الجسد، اللي هو ما يقال عنه الكا والباء. الاتنين دول يعتروا في الجسد ويلتحموا معاه ويكونوا الشخصية دي مرة أخرى. بس في حاجة، الشخصية اللي هتتكون في الجسد ده بناء على الإيريكي، الإيريكي، رؤيتك كي إيه؟ عنخ، كي تعيش. يبقى حياتك في العالم الآخر سوف تتوقف على مدى معرفتك بالعالم الآخر اللي جاي لك. واحنا مش في القرآن في الكتاب ربنا بعت لنا معلومات بتعرفنا بالعالم الآخر؟ باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، وده عالم آخر احنا ما شفناش، لكن الخالق أخبرنا بيه. فكل ما يكون عندنا حصيلة معرفية بالعالم الآخر هتبدأ انت تؤمن إيمان جيد وترتاح نفسيا وتعرف سكتك فين. ده المعنى. فهو بيقول له اعرف سكتك فين. لازم تعرف سكتك فين عن طريق الإيري. إيري ليه؟ أو تشوف ليه؟ أو تطلع ليه؟ أو تقرأ ليه؟ كي، من أجل، كي، من أجل، من أجل إيه؟ عنخ، أن تعيش. هتعيش إيه؟ مش عيشة كده وبس، لا، دي عيشة تي. احنا عندنا التي معناه التقيل، والتقيل ده الثابت. نقول تقيل، ايه معنى تقيل؟ اي وزن تقيل، التقي بيبقى ثابت، وده دليل على الثقل، ثقل الشيء. بصوا هنا، رفيع من فوق ووزنه كله من اسفل، معناه في ثبات، في ثبات في الشيء. ثبات لايه؟ لحياة الجتة. شوفوا الجمال، شفتوا الخط المصري القديم سجل ايه، والمصري القديم كان ايه معتقده. ده لسه، ده في مفاجآت. هجيب لك كلمة تانية دلوقتي برضه في نفس السياق الموضوع عن المعرفة والاطلاع والقراءة، وهي بتعمل ايه مع المصري القديم. نشوف الكلمة التانية. تعالوا نشرح الكلمة دي أو الجملة دي ونشوف إيه معناها، برضو متعلقة بالاطلاع والمعرفة، بس هنا الجمال واضح أكبر. نقرأ ونشوف. دي كلمة اسمها نو. نو، والنو هو معرفة، اكتشاف. هي كان نو، هي نو،
تعني معرفة. فبيقول لي اعرف، اطلع، افهم، حط وراها كل الأشياء المتعلقة بالمعرفة. اكتشاف، اكتشف. طبعا في القاموس هتلقاها نو فقط، بس أنا هضيف لك لها حاجة تاني، هضيف لك لها قراءة العين. هو العين هنا جاء مخصص وفي نفس الوقت ممكن تقرأها نو إرى أو نو إلي، أي اعرف من أجل أن ترى. نو من أجل السي، من أجل اللوك. نو اعرف. فور من أجل أو لكي أو كي من أجل. سي لوك تقدر تدرك، تقدر تستوعب. وساعات بتيجي الإيري دي بمعنى ميك، ميك يصنع، يصنع، ينشئ. فأنت كل ما هتعرف هتصنع وتنشئ. ده اللي تركه المصري القديم في البرديات، ودي فتفوتة صغيرة من أشياء متعددة هجيبها لك تباعا عن المصري القديم. وليه أنا رحت للخط المصري القديم وبدأت أفهم كتاب الخالق عز وجل من خلال الكلمات اللي سجلها المصري القديم، كل واحد متصل. لأن هثبت لك أن المصري القديم سجل كلماته دي من خلال الكتب السماوية. وبذلك الأنبياء مش موجودين في الجداريات عند المصري القديم، لا موجودين والرسل، بس مش بدماغك انت، بدماغه هو واللي كاتبه هو، وبرضه من خلال عربية اللي انت نسيتها. هنقدم تباعا ان شاء الله حاجة زي كده على قد ما اقدر.